اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. يا رب جميعا تكونوا بخير. فيديو جديد هنعمل فيه وصفه من وصفات الافران اللي كلنا بنعشقها. هنعمل نواعم الافران او قشطه الافران بطريقه بسيطه بدون عجن ولا تخمير، وهنشوف مع بعض كل التكات اللي تطلعها معانا مظبوطه بالظبط بنفس الطعم واللون وكمان الشكل. بس نتابع الفيديو للاخر علشان في معلومات مهمه جدا هتفيدكم في اعمال الوصفه. وما ننساش اللايك للفيديو ونبدا في تحضير الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنحتاج كوبايه من الميه الدافيه، وطول فتره الشتاء بنعجن بميه دافيه علشان نسرع في عمليه التخمير. وهزود كمان معلقه كبيره من الخميره وثلاث معالق كبار من السكر، وهضيف نص كوبايه من الزبده المتسيحه، وينفع مكان الزبده تكون سمنه او ممكن نعمل خليط بين الزيت والسمنه زي ما انت عايزه. هضيف كمان معلقه كبيره من اللبن البودر، بتدي طراوه حلوه جدا للعجينه وكمان بتديها طعم كويس، وينفع نستغنى عنها لو مش حابين تضيفوها. وهضيف رشه صغيره من الفانيليا السايله او البودر، وبعد كده هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض. وهضيف كمان نص كيلو من الدقيق جميع الأغراض منخول كويس جدا، وهضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخلي العجينة هشة جدا معانا. وبعدين بنخلط الدقيق مع المواد السائلة، ولو حسينا ان العجينة يابسة معانا هنزودها شوية من المية. انا ضفت لها كمان ربع كوباية من المية الدافية، وبنعجن العجينة لمدة 5 دقايق. مش بنعجنها كتير، يدوبك بس العجينة تلم معانا وتكون عجينة ناعمة وطرية وبتلزق بسيط في الايد. واهم حاجة وانت بتعجني العجينة خليها معاكي تكون طرية وبتلزق بسيط علشان تطلع بعد التسوية طرية وهشة جدا. وبعد ما العجينة اتلمت معايا وبقت عجينة ناعمة وطرية زي ما انتم شايفين كده، مش هنسيبها تخمر، بس هنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد مرور 10 دقايق هنبدأ على طول نشتغل فيها. والعجينة دي بتخمر مرة واحدة بس، ما ينفعش نخمرها مرتين. بنخمرها بعد ما نشكلها. وبعد ما العجينة ارتاحت معايا نبدأ ان احنا نقطعها لكرات صغيرة. ولو انتوا بتحبوا الدقة في الشغل بتاعكم وحابين تاخدوا نفس الحجم والشكل بتاع الفرن، فاحنا هنقطع كل كرة من دي وزنها هيكون 25 جرام. ولو ما عندكيش ميزانة فانت هتحاولي ان انت تقطعيها بالنظر كده بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، قد الليمونة المتوسطة شوية. والنص كيلو دقيق عمل معانا اكبر كمية من القرص دي. طبعا لو هتشتريها من الافران هتكلفك كتير، عملناها في البيت بكل سهولة وكمان ما كلفتناش اي حاجة. نرجع بقى للوصفة بتاعتنا. وبعد ما كورنا كل العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بنغطيها بكيس علشان الوش بتاعها ما ينشفش. وبنبدأ بأول واحدة احنا كورناها وبنضغط عليها بكف ايدينا ضغطة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، وبنحاول ان احنا نساوي الشكل بتاعها من الحروف علشان تدينا شكل البومبي، علشان تطلع نفس الشكل بتاع الافران. ضغطة بسيطة علشان ما تكونش رقيقة معاكي قوي. واحنا بنفرد العجينة بندهن ايدينا دهنة من الزيت علشان العجينة طرية، علشان ما تلزقش في ايدينا. وبنحطها في صاج ما يكونش مدهون اي مادة دهنية. وبعد ما نخلص كل الكمية بنسيبها تخمر لمدة ساعة الا ربع لغاية ما تزيد في الحجم بتاعها، علشان احنا ما سيبناهاش تخمر في الاول، فهنسيبها تخمر براحتها من ساعة الا ربع او ساعة كمان. وما تستعجلوش عليها، سيبوها تخمر براحتها وتزيد في الحجم بتاعها علشان تطلع معاكم بعد التسوية هشة من جوه وطرية. وبعد ما خمرت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نشوف بقى التسوية بتاعتها المظبوطة. انا هسويها في فرن الغاز، بشغل الفرن يسخن كويس جدا على نار تكون هادية، والفرن بيكون شغال من تحت ومن فوق، والنار بتكون على الهادي زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد ما الفرن بيسخن كويس معانا بندخل اول صاج احنا عملناه، وبنتابع تسوية القرص لغاية ما تستوي معانا كويس وتاخد اللون من تحت ومن فوق. وبتقعد في الفرن من 5 ل7 دقايق وبتكون استوت كويس. وبنحرك الصاج من وقت للتاني علشان القرص كلها تاخد لون واحد. وبعد ما بتستوي معانا كويس وبتاخد اللون المطلوب بنخرجها من الفرن وبنكمل تسوية الصاج التاني بنفس الطريقة. وشايفين شكل القرص ما شاء الله عليها، واخده لون موحد وكمان واخده شكل البومبي اللي بيكون موجود بالظبط في الافران. وريحتها اثناء التسوية بجد طلعت تجنن.
وقد ايه طالعه طريه، مش محتاجه ان احنا نغطيها بفوطه. جربوها بنفس المقادير ان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه زي بتاعه الافران واحلى كمان. كفايه ان انت هتكوني ضامنه نظافتها في البيت وكمان الطعم بتاعها الممتاز، بجد هتعجبكم قوي. وشايفين الشكل النهائي بتاعها بجد تحفه، واخده لون حلو جدا من تحت ومن فوق، وقد ايه طريه وهشه. والنص كيلو دقيق عمل معانا كميه حلوه جدا، اكتر من 70 واحده. ناخد كده واحدة ونقطعها ونشوف الشكل بتاعها من جوه. شايفين هي قد ايه هشة مش مكتومة وطرية جدا، والطعم بتاعها بجد هيعجبكم. ولو هتحتفظي بيها هتحطيها في اكياس تلاجة وتسيبيها على الرخامة لمدة يومين 3، مش هيجرالها اي حاجة ولا هتبرول معاكي. لكن لو عاملة كمية كبيرة هتحطيها في الفريزر، هتقعد معاكي اطول فترة. وقت ما تحتاجيها بتخرجيها تفك شوية وبتطلع معاكي ولا اكنك لسه عاملاها بالظبط. وبس كده تكون وصفة النهاردة خلصت. اتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة.